بيبدأ الفيلم مع مسجون اسمه جين اللي محكوم عليه بالسجن مدى الحياة، وهنا بيرحلوه للسجن اللي هيقضي فيه العقوبة، أسوأ سجن في العالم اسمه سجن النهاية المرة. بيتعمل له في الأول إجراءات الاستقبال اللي بتبقى مهينة، وبعد كده بيودوه على الزنزانة. المهم تاني يوم جين بيروح علشان يفطر عادي، فجأة هنا شوية من المساجين بيتلموا عليه ويحاوطوه، عايزين يضربوه ويعلموا عليه ويكسروا عينه. جين في ثواني بيتعامل معاهم، بيفرشهم على الارض، لكن الحراس بيتدخلوا بسرعه وبينقذوهم من ايديه، وبياخدوا جين لمديره السجن السيده هانسي اللي بتقول له هنا انت بتعمل مشاكل مع اخطر ناس في السجن، السواقين. في العاده هيخلصوا عليك النهارده بالليل، يعني انت الله يرحمك، بس انا هحميك، مش هخليهم يعملوا كده. لكن في مقابل طبعا انا عرفت من ملفك ان انت سواق شاطر جدا وهو متسابق سيارات قديم، واحنا هنا في السجن زي ما انت عارف عندنا سباق سيارات بس من نوع فريد مسموح فيه بكل شيء. القانون الوحيد ان مفيش قانون، واغلب السواقين في السباق بيفرقوا الحياه، وفي النهايه واحد بس هو اللي بيعيش. وللاسف من فتره بسيطه كان عندنا مسجون مقنع اسمه فرانك، ده اسطوره السباقات، محدش بيقدر يكسبه ابدا، لكن في اخر سباق ليه العربيه اتفجرت بيه وفارق الحياه. وطبعا مش هينفع نقول للناس والمتابعين الكلام ده. ايه رايك لو انت تشارك مكانه وتلبس القناع وتكمل حياه الاسطوره؟ جين بيقول لها طب وانا هستفيد ايه لما اضحي بحياتي علشانك؟ بترد عليه لا هتستفيد طبعا، هتستفيد كتير، انت لو كسبت هتكسب حريتك، هتخرج من السجن. جين في الاخر بيضطر يوافق على عرضها، بتاخده توديه لواحد شهير بالكوتش وبتقول له هو ده المدرب بتاعك واللي هيجهز معاك العربيه. بياخدوه بعد كده يفرجوه على مصنع السيارات الخاص بالسجن، والاهم بيعرف ان مديره السجن بتشتغل على حاجه في المكان مجهوله، واضح انها حاجه تقيله قوي ومفاجاه هتبقى للجميع. وهنا بيفرجوه على العربيه اللي هيدخل بيها السباق، واللي قوتها 850 حصان وفيها رشاشات متعدده من اقوى الانواع في العالم، وكمان طوروها بأدرع حمايه ضد الرصاص جديده من نوع عالي التحمل. واهم جزء في العربيه هو الخلفيه اللي عملوها من نوع من الصلب هو الاقوى في العالم، يتحمل لحد 3000 رصاصه. الكوتش هنا بيقول لجين الرصاص احنا بنستلمه قبل السباق بكام دقيقه، ومستحيل تضرب الا لما تاخد الاذن من عندهم من مركز التحكم، يعني فكره الهروب من هنا مستحيله، انسى. لا تكون فاكر انك تقدر تستخدم العربيه دي ضد الحراس وتهرب من السجن، ده غير ان الحراس بره السجن اكتر من اللي جوه السجن، ومعاهم قذايف وعربيات وطيارات هليكوبتر، ليله كبيره. قبلك في كتير حاولوا يهربوا لكنهم فشلوا. تاني يوم بيعرفوه ان في بنت هتكون معاه قاعده جنبه في السباق، بتساعده كده في شويه حاجات، وهي مسجونه زيهم برضه، بتيجي من سجن السيدات يوم السباق، ودي مهمه قوي لزوم المشاهدات اللي بتسعى لها دايما هانسي مديره السجن. بيعرفوه كمان هنا على المتسابقين اللي هيكونوا ضده في السباق، والمفروض هيخلص عليهم علشان يكسب. كلهم متسابقين عالميين سابقين ومجرمين برضه، اقل واحد فيهم مخلص على 9 اشخاص قبل ما يدخل السجن، وفي السباق مخلص على زيهم. وهنا بيوصل السجن شويه مجرمين في ايديهم اساور من نوع معين. جين لما بيشوفهم بيفتكر اللي حصل معاه زمان والسبب اللي خلاه دخل السجن اصلا. وهنا بيرجع الفيلم بينا فلاش باك لقبل 6 شهور، بنعرف ان جين كان عايش حياه عاديه وبسيطه جدا مع زوجته اللي بيحبها وبنته الوحيده اللي لسه صغيره. وفي يوم عادي دخل ياخد شاور، رجع لقى مراته مرميه على الارض، ولما راح يشوفها فجاه حد خدره باسبراي، ولما فاق لقاهم مخلصين على مراته وملبسين التهمه بنسبه 100%، وعلشان كده اتسجن. الغريب بقى ان نفس نوع الاساور ده كان في ايد المجرم، وده ليه معنى كبير. المهم بيجي يوم السباق الاول، جين بيلبس لبس فرانك وطبعا الخاتم بتاعه اللي كان بيميزه، واهم من كل ده القناع. وبعد كده بياخدوه علشان يستلم العربيه. بعدها بدقايق بتوصل البنات، وبيحصل هرج ومرج كبير في السجن، ما هو دول محرومين من سنين. المهم بتكون منهم كي اللي هتبقى مع فرانك. اول ما بتتكلم معاه بتعرف ان هو مش فرانك الحقيقي، بس بيبقى مش فارق معاها. جين اول ما بيقفل شبابيك العربيه بيقلع القناع عادي علشان يعرف يسوق، وبيظهر في الوقت ده ان هم عاملين بث مباشر مدفوع، وبيتفرج عليه دلوقتي 45 مليون انسان، والمكاسب خياليه، وبيتوقعوا ان المرحله الاخيره من المسابقه هيشوفها 100 مليون. بيبدا السباق وبيكون صعب جدا. جين بيظهر ان هو سواق جامد جدا، وبيظهر ان هم عاملين في السباق أدرع على الارض زي كده الجيمنج بالظبط، كل ما تعدي على حاجه تاخدها. السلاح مش بيشتغل الا لما تاخد درع معين، وفي كمان درع اسمه درع الموت اللي بيعدي عليه بعدها بيقع في فخ بالعربيه وبتنتهي حياته. الرصاص في السباق بيبقى زي المطر، مطر ايه ده عاصفها. مواقف كتير بتحصل مع جين، زي مثلا فجاه يلاقي الاسلحه متعطله لكن كي بتساعده وبتحل المشكله. كمان هو عبقري وبيعرف يتصرف كتير، وكل شويه يخرج من فخ مختلف. في الاخر بيوصلوا لخط النهايه، وبيتبقى منهم كام 6 بس، الباقيين فرقوا الحياه. دول بقى اللي هيكملوا المرحله الثانيه والثالثه. لكن بعد استراحه صغيره جين بيروح يقابل مديره السجن، وبيقول لها انا فهمت لعبتك، انت اللي جبتيني هنا السجن وانت اللي خلصت على مراتي، وواحد من السواقين هو اللي نفذ المهمه باتشينكو، كل ده عشان تخليني اشارك في المسابقه. طب انا قررت ان هنسحب ومش هكمل. مديره السجن بتقول له انت راجل عاقل، ولو مراتك راحت بنتك لسه موجوده، انت نسيتها ولا ايه؟ في لحظه هقوم رجالتي يخلصوا عليها، انا عارفه مكانها وهي فين، لكن لو شاركت ممكن تكسب وترجع لها بدل ما تسيبها تتبهدل مع ناس غريبه. جين بيضطر يوافق علشان بنته، وبالليل بيسهر يعمل شويه تعديلات في العربيه
العربيه، وفجاه هنا بيشوف اللي خلص على مراته باتشينكو، فبيروح وراه علشان ينتقم منه، لكن بيظهر ان هو عامل له فخ بيصطادوا هو ورجالته ويطحنوه. باتشينكو بيبقى خلاص هيخلص على جين، لكن واحد من الفريق بينقذه. جين بيستغل الفرصه وبيبدا يتعامل معاهم، بيطحنهم ضرب، وفي الاخر بيمسك باتشينكو يمسح بالمكان، وبيتاكد منه ان هو فعلا اللي خلص على مراته، وبيقولوا دي كانت خطه مديره السجن. جين قبل ما يخلص عليه في اللحظه الاخيره الحراس بيمنعوه وبيخدروه، وبيقولوا له خلص عليه في السباق لو عايز. بيجي وقت المرحله الثانيه، فرانك في الوقت ده بيبقى كل همه ازاي يخلص على باتشينكو، رغم ان في واحد تاني في السباق اسمه جو مصمم يخلص على جين باي طريقه. المهم جين في السباق بيدخل مطارده مع باتشينكو، وبحركه مجنونه جدا بيعكس وش العربيه ليه وبيضرب، وبعد كده بخدعه ذكيه جدا بيشغل في وش الدخان وبيخليه يلبس في جدار، فالعربيه بتتقلب بيه. يسكت ويسيبه؟ لا، بيلبس القناع وبينزل من العربيه رغم ان ده ضد القوانين، وبيخلص عليه بايديه وبيقول له ده حق مراتي. والدور اللي جاي على هانسي مديرة السجن، علشان تزود المتعة والتشويق للمشاهدين بتبعت للمتسابقين مدرعة اللي كانت بتعملها دي مفاجأة. المدرعة بتحاول تخلص عليهم كلهم، وبيظهر ان هي فيها تجهيزات غريبة بتدمر العربيات تدمير، وفي لحظة ما بتهزرش، واللي بيقف قدامها بيدفع الثمن غالي ويخرج في النهاية من السباق. لا، يخرج من الحياة كلها. الموضوع اصعب من الوصف بكتير. جين بيحس ان مفيش فايدة، فبيكلم جو وبيقوله لازم نتحد المرة دي علشان نقدر عليها، وبيقدروا الاتنين مع بعض بخطة ذكية جدا. بيلبسوها في درع الموت، بيدمروها. هانسي بتبقى مصدومه من اللي بيحصل، قعدت سنين تعمل فيها، وهما الاثنين دمروها في لحظه. في نهايه المرحله الثانيه مش بيتبقى غير كام؟ 2 بس، جو وفرانك. هما دول بقى اللي هيدخلوا المرحله الثالثه والاخيره، اللي فيها فرانك لو كسب هيخرج من السجن، وجو كمان. قبل بدايه المرحله الثالثه جو بيقابل جين وبيقول له انا هخلص عليك بكره في السباق، فجين بيقول له محدش عارف مين فينا هيخلص على الثاني، ويمكن احنا الاثنين نفارق الحياه، ما تستعجلش. هانسي كده كده المشاهدات عندها اهم من اي حاجه. في الوقت ده مديره السجن بتقول للمساعد بتاعها انها مرتبه خطه ذكيه جدا مستحيل جين يهرب منها، وهتخلص عليه اثناء السباق، وبتروح بقى تجمع كل المساجين تتكلم معاهم، بس هي بتشغلهم مش اكتر علشان المساعد بتاعها في الوقت ده بيروح يثبت قنابل في العربيات. جين بيظهر ان هو فاهم كويس ان هانسي اكيد مش هتسيبه يكسب ولا يخرج من السجن. في الاخر بيطلب من فريقه ان هم يزودوا بنزين زياده في العربيه اكتر من الطبيعي ويكون معزول، وبيروح لجو بيقول له انا عارف ان انت عندك امل تكسب بكره وتخرج، بس ده مش هيحصل صدقني. هانسي هتخلص علينا احنا الاثنين كده كده، ده في مصلحه المشاهدات، لازم نتفق ونتحد مع بعض كده هنكسب حريتنا وهنخرج من السجن وننتقم من هانسي اللي سجنتني ويمكن كمان تكون سجنتك. جو بيرفض وبيقول له مش موافق على الكلام ده، هكسبك وهخلص عليك. المهم بيجي يوم السباق المرحله الاخيره، هانسي بتروح لجين بتديله ورق الافراج رسمي، وبتقول له ده علشان لو خرجت من السباق حي خد وامشي، مش هتحتاج لا ترجع ولا تخلص ورق، لكن لو حبيت تفضل معانا وتشارك في مسابقات جايه هندفع لك فلوس كتير جدا، حتى تبعت الفلوس دي لبنتك، فكر ورد عليا بعد السباق. جين بيخرج للحلبه، واول ما بيركب العربيه كي بتقول له ان جين اديتها تعليمات ان هي لازم تخسره وتعمل اي حاجه ضده، فهو بيقول لها اكيد انت مش هتعملي كده لانك لو ساعدتيها هتخسري حياتك. المهم بيبدا السباق، ومديره السجن بتساعد جو باي طريقه علشان هو اللي يكسب، وجين كل ما يوصل للاضرع اللي في الارض اللي هي بتشغل الاسلحه تروح قافلاها، ولما يوصل لها جو تشغلها تاني. جو بياخد تقريبا كل الاسلحه والاضرع اللي موجوده، عربيته بتبقى اقوى بكتير. جين في السباق مش معاه حتى مسدس طلقه واحده، الرصاص على دماغه بيبقى زي المطر، هو بيحاول يتصرف على قد ما يقدر، وواضح ان جو مصمم يخلص عليه. الموضوع بيبقى صعب. قبل خط النهايه بشويه مديره السجن علشان تضمن ان جين اكيد هيخسر بتشغل القذيفات لجو، لكن جو بيصدمها، بدل ما يضرب على جين بيضرب على سور السجن، وهما الاثنين بيهربوا. هانسي بتفهم ان هما اتفقوا عليها، غصب عنها بتضطر تقفل البث المباشر وتخسر ملايين المشاهدات، وبتبعت الحراس وراهم علشان يخلصوا عليهم، وبتحاول طبعا تفجر عربياتهم، بس بتتصدم هنا للمره الثانيه. الكوتش نظف العربيات قبل ما تطلع وشال منها كل حاجه، بتبعت وراهم طيارات هليكوبتر. جين بيبدا بذكاء يتعامل بالبنزين الزياده اللي معاه مع اسطول السيارات اللي دخل معاه في مطارده، وبيقدر يتخلص منهم في ثواني، وبعد كده بيكسر هو وجو الحاجز الاخير للسجن وبيخرجوا بره، لكن الطيارات بعد وقت قليل بتوصل لهم والمطارده بتبقى اصعب. كي هنا بتخلي جين يهرب وبتقول له انا كده كده خارجه، مدتي خلصت، هدخل معاهم المطارده، ولو اتقبض عليا كده كده هيخرجوني. جين بيمشي ويسيبها وهي بتتعامل معاهم، واللي قالت له عليه بيحصل. في النهايه بيقابل جو وبيهربوا الاثنين مع بعض في قطر. جو بيقول له هنا انا كان نفسي اخلص على مديره السجن في الاول، فبيرد عليه ما تقلقش ما تقلقش، بكره هتسمع اخبار كويسه. تاني يوم هديه بتوصل لمديره السجن، ولما بتفتحها بيظهر ان هي القنبله اللي كانت حطاها في عربيه جين، بتخلص عليها هي والمساعد بتاعها، وكل ده بالاتفاق مع الكوتش. وهنا بيروح الفيلم بينا اللي بعد 6 شهور، بيظهر ان جين وجو عايشين مع بعض وبيشتغلوا في السيارات، وجين رجع بنته، وبتجيلهم هنا كي اللي خرجت من السجن وعايشه حياه مختلفه، وبتقول لهم هنا عايزاكم في شغلانه جديده، مهمه كده سريعه محدش يقدر عليها غيركم. وبكده بينتهي الجزء الاول من الفيلم. لو عايز الجزء الثاني قول لي في الكومنتات. سلام.